السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده في مطروح، وتحديدا كده احنا في شاطئ كليوباترا. شاطئ كليوباترا من اجمل الشواطئ الموجودة في مطروح، وهم كلهم بصراحة تحفة. يعني انا هوريكم ده، كلهم اجمل من بعض. الاول كان شاطئ كليوباترا مش ممهد قوي، يعني انا جيت من فترة بعيدة ان ما كانش فيه الممر اللي حضراتكم شايفينه، ولا كان موجود الممر الزجاجي اللي هنا، يعني ولا ده كان موجود ولا ده كان موجود. لكن المرة دي مسهلين للناس كتير قوي، حتى الرسوم بسيطة. يعني رسوم دخول الفرد 10 جنيه، وعاملين بالمنظر ده ممرات تساعد على الناس المشي. وبرضك هناك المكان الزجاجي ده، لان كان تحتيه صخور ما كنتش تقدر تمشي عليها، كنت ممكن تنجرح او تقع، وشكله جميل جدا. تعالوا بقى معايا اوريكم الحمامات من جوه. منظر المية هنا جميلة جدا ما شاء الله. مطروح افضل من اسكندرية بكتير، يعني مطروح كإقامة ارخص والله بكتير. كأكل، ان انت حابب تجيب طلبات ارخص بكتير. هي مشكلة واحدة بس، ان في التنقلات ما بين كل شاطئ وشاطئ مسافة كبيرة جدا، فهي دي المشكلة اللي انت ممكن تواجهك. لكن لو انت معاك عربية فهتوفر كتير. وحتى بردك لو انت حضرتك مش معاك عربية، تقدر ان انت تتفق مع تاكسي او اي وسيلة، يعني وان انت تقدر تجيلك يعني هنا بالمواعيد. محافظين على الطبيعة هنا، مهتمين بكل حاجة، حتى الشوارع وانت ماشي نظيفة. اي حاجة ما تحس ان هي دايما بيحافظوا عليها، بيحافظوا على بلدهم قوي. يلا تعالوا معايا. بصوا حضراتكم، هنا ده الجسر الزجاجي اللي هم عاملينه ده عشان يسهلوا على الناس اكتر. بصوا الطبيعة ورايا جميلة، يعني منظر البحر ورايا والجبال اللي فيه جميل ما شاء الله. ده كده الجسر الزجاجي زي ما حضراتكم شايفين، عشان يسهل على الناس، لان تحت الجسر ده صخور، فكانت الاول بتتزحلق وبيحصل جروح وكلام دوت، فكده افضل بكتير. يلا تعالوا معايا. هنا الشباب طالعين فوق الحمام بتاع كليوباترا، عاملينها كنوع من الترفيه. يعني ربنا يسعد قلب الجميع كلهم يا رب. حقيقي لو جيتوا مطروح والله هتتبسطوا. مطروح جميلة جدا، وكبلد نضيفة قوي. ده منظر الفراغ اللي ما بين الجبل، ان ده كان حمام كليوباترا. هنا الفراغ ده، صوري كده المكان. اشوفكم في مكان جديد. باي باي.